السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة أكلتنا جميلة جدا بيحبوها الأطفال والكبار، وهي وصفة البرجر. البرجر كده بطريقة جميلة جدا وسهلة وما تكشش، انت بتحمريها على النار ولا تتفتت ولا أي حاجة معاكي. هقولك السر في الموضوع ده، تابعيني وياريت لايك وشير. يلا بينا نبدأ. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، أنا مكيساها ومفرزاها في الفريزر، ونزلت الطريقة على شورت ازاي بتعمليها. ومعايا خس كابوتشا للحشو، ومعايا بصلتين حلقات وفلفل حلقات، ومعايا كاتشب وعلى مايونيز الاتنين مع بعض، ومعايا 3 طماطميات متقطعين حلقات. البهارات بقى، معانا معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة من التوم البودر، والبصل البودر كمان معلقة صغيرة، وعليهم بهارات البرجر. وكمان 3 معالق من الطحينة، وبياض بيضة، مش بيضة كاملة. الفيديو انا عملت لكم قبل كده فيديو عن تفريز اللحمة المفرومة، ازاي تفرزيها وانها تتفك بسرعة معاكي اول ما تطلعيها من الفريزر يعني. فالطريقه دي هي جميله جدا. هنحط البهارات اللي احنا قلنا عليها على اللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين كده، واهم حاجه ان احنا نقلب كويس خالص بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. نقلب كويس خالص عشان خاطر المكونات كلها تدخل في بعضيها. بعد ما قلبنا كده رحت جبت بياض بيضه. انا مش عايزه صفار ببياض، مش عايزه بيضه كامله، انا عايزه بس البياض بتاع البيضه. وهحط بياض البيضة دي على 3 معالق طحينة، وهقلبها كويس خالص لغاية ما تكون القوام بتاعها يعني خفيف كده، مش تقيل، خفيف. حطيتها على اللحمة وقلبت كويس خالص المكونات دي في بعضيها. اهم حاجة التقليب في الحتة دي بالذات، عشان خاطر ايه؟ هتبقى اللحمة ماسكة ببعضيها، مش هتتفتت معايا وانا بحمرها، او مش هتكش، يعني هتبقى كويسة خالص نفس الحجم اللي انا سايباه فيها. شايفين لما عملتها كورة بقت شكلها عاملة ازاي؟ انا جبت اكياس عادي، كيسة خزينة عادية، وما عنديش قالب للاسف، ما عنديش قالب البرجر زي. فانا كورت ودورت على قالب لغايه ما لقيت قالب ينفع ان انا اشكل بيه البرجر. ممكن غطا برطمانة كبيرة او اي حاجة، ممكن يعني انت تتصرفي لازم نتصرف في الموضوع ده. زي ما انتم شايفين اهو. انا كانت معايا بنتي بتساعدني ان انا احط الحاجة وهي تركنها لي على جنب. هي الطريقة دي جميلة جدا، يعني طريقة الطحينة ببياض البيضة دي ممكن تتعمل في الحواوشي برضو. تبقى حلوة خالص وما بتبقاش اللحمة بتبقى ماسكة نفسها يعني جوه الرغيف بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. المهم ان هي عملت لي 9 قطع بالسمك اللي انتوا شايفينه دي. انا جبت طاسة على النار يعني غير قابلة للصق خالص، يعني كويسة، وحطيت فيها كمية زيت مش كتيرة يا دوبك، يعني عشان خاطر احمر فيها. انا يعني الشواية ما حبيتش اطلع الشواية عندي، حبيت اعملها عشان في ناس كتير ما عندهاش شوايات، فحبيت اعملها في الطاسة. هتشوفوا لغاية اخر الفيديو ان هي مش هتكش، هتبقى يعني يعني هتكش حتة بسيطة، يعني مش هتكش على الاخر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجة ان انت برضو تبقي جنبيها عشان خاطر ما تتحرقش منك، وان شاء الله هي مش هتتحرق، هتبقى كويسة يعني، انت هتشوفوها بنفسكم. الطريقة دي يا جماعة ناجحة جدا، وانا مجربوها كذا مرة وجميلة، مخلية كمان طعم الطحينة، مخلية طعم البرجر جميل جدا. جربوها ان شاء الله هيعجبكم، بس يا ريت يعني ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. تشيروا لي الفيديو على ناس كتيرة يعني، انك توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من الناس.
وقبل اي حاجة يعني الصلاة على النبي. ارجو الصلاة على النبي في التعليقات. زي ما انتم شايفينها كده هو بتحمر بطريقة جميلة جدا. انا عندي عيش كايزر، بس الصراحة كان اولادي كل واحد فيهم عنده اختيارات معينة، يعني اللي عايز يا ماما العيش حطهولي، يا ماما حطي عليه الكاتشب بالمايونيز، واللي قال لي يا ماما حطي لي البصل عليه البرجر، واللي قال لي يا ماما يعني كل واحد ليه طلباته الصراحة. بالطريقة اللي انتوا شايفينها ده انا عملت اول رغيف بالطريقة دي، وحبيت اوريه لكم اهو شكله عامل ازاي، وكمان طعمه يا جماعة تحفة جدا والله. طعمه جميل جدا. هي من سر من اسرار البرجر بتاع المحلات او بتاع المطاعم وكده. هي حركة الطحينة عليها بياض البيض. كمان في ناس بيحطوا لها مكونات تانية كتير، في برضو بيحطوا لها بقسماط، بس انا مش بحب احط بقسماط عشان بتغير في طعمها، بتبقى عامله زي الكفتة العادية. بس انا ما بحبش كده، انا حبيت ان انا اعملها عادي برجر عادي. وقلت ان شاء الله الكمية هتكفي، وانا مجرباها قبل كده، واصلا هي دايما بتعمل 9 قطع معايا. النص كيلو بتعمل 9 قطع. زي ما انتوا شايفين كده انا حشيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما حشيت كل السندوتشات بالبرجر زي ما انتوا شايفين، الصراحة هي طريقة جميلة جدا، بس انا اتمنى ان تعملوا لي لايك وتعليقات الصلاة على النبي في التعليقات، انا مش عايزة اكتر من كده. ويا جماعة اللي عايز اي حاجة يقولي في التعليقات برضو، يعني اي وصفة تحبوا انا اعملها لكم على القناة اعملها لكم، مفيش مشكلة. وكمان ياريت تشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، وكمان لايك لو الفيديو عجبكم. وأتمنى ان الفيديو يعجبكم، ان شاء الله اشوف اللايكات بتاعتكم ان شاء الله، وبالهنا والشفا مع مطبخ أم يارا.